أهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد. إن شاء الله تكونوا بصحة وسعادة وراحة بال يا رب. وصفتنا لليوم أكلة جماعة الصبايا واللي هي الحراقة وبصبع. التزيين هذا خياركم، أنا ما ضفته على الفيديو، بس تعالوا نحضر مع بعض الطريقة. أنا عندي هون عدس نقعته لمدة ساعتين، غسلته منيح وحطيته حتى أسلقه وضفت عليه ملح. وهلأ انتقلت أحضر العجينة. حطيت كاستين من الطحين، نص معلقة صغيرة من الملح، ونص كوب من المي الدافية. وهلأ بدنا نعجنها منيح، وهيك بتكون صارت عجينتنا جاهزة. شايفين كيف قوامها؟ وهلأ بدنا نفرد العجينة ونقطعها على شرايح مشان نضيفها فوق العدس. ليش العدس نقعته لمدة ساعتين؟ العدس ما بينتقع. غالبية الوقت اللي بيحتاجه العدس لحتى ينسلق من نص ساعة ل3/4 ساعة، بس إذا نقعتوه لمدة ساعتين حبة العدس رح تفتح ورح يحتاج معكم السلق لمدة 10 دقايق لربع ساعة. بنصحكم تجربوه. وهيك أنا فردت العجينة، شايفين قديش رقيقة. وهلأ بدي أقطعها. حاولوا تكون الشرايح أو المربعات ما تكون كتير كبيرة. أكيد العجينة ما رح تنفش لأنه ما فيها خميرة، بس أكيد بدها تغب من مرقة العدس والتمر الهندي، وبدها تنفش شي بسيط مشان ما تنفش كتير معنا، فنخليها تكون صغيرة. حلو شكلها هيك أكتر. أكيد هلأ بعد ما قطعتهم بدي أضيفهم على صينية ورش عليهم كمية طحين. وهلأ بدي أحضر الخبز. وأنا الخبز هون حاولت كمان أقطعه لمربعات صغيرة كتير، بتعطي جمالية بالتقديم وبالتزيين أحلى. شايفين كيف؟ أنا قطعت البصل لشرايح وضفت عليه ملح وفلفل ومعلقتين طحين وبدي أحركه مع بعض. أنا حاولت كتير إني أختصر من الفيديو وأعطيكم جاوبكم على أغلب الأسئلة وأعطيكم الطريقة، بس حتى فقرة التزيين ما ضفته. انتو إلكن حرية الخيار كيف تحبوا تزينوا زينوا. أنا هلأ حسيت إنه العدس بحاجة ملح، رجعت ضيف عليه كمان ملح. رح أتركه يغلي شوي بالملح، وعلى جنب رح أقلي الخبز. وهلأ بدي أحضر الثوم والكزبرة. أنا هون ضفت ثوم مهروس، حطيت عليه شوية ملح وزيت زيتون، وبدي أضيف زيت زيتون مقدار كاسة شاي من الحلو بصفى للعدس. وهلأ بعد ما غلى معي العدس بدنا نضيف العجين. الزيت بينضاف قبل ما نضيف العجين مشان العجين ما يلزق مع بعضه البعض. هو يفضل تضيفوا شوية عجين، تحركوا شوي، بعدين ترجعوا تضيفوا كمان شوي، ما تضيفوهم كلهم فوق بعض عشان ما يلزقوا معكم. أنا هون عندي لتر من التمر الهندي، من عصير التمر الهندي، بدي أضيفه كمان. كمان التمر الهندي 150 جرام، نقعتهم، غليتهم شوي على الغاز ونقعتهم، وبعدين عصرتهم وصفيتهم بالمصفاية وضفتهم. هون عم قلي البصل وعم قلي الثوم، بدي أضيف عليه الكزبرة. وهلأ بدي أضيف شوية كزبرة وثوم لقلب الحرب أصبع.
وبدي أضيف كمان نص كاسة شاي من دبس الرمان، بيعطي نكهة رائعة بقلبه. وبدي أضيف شوية من البصل المقلي نص قلية كمان مشان النكهة. وهلأ رح أتركه يغلي مع بعضه البعض. وهلأ هيك صار معنا جاهز وبدنا نسكبه. أنا هون ضفت كاستين عجين، كاستين عدس، 150 جرام من التمر هندي. وهيك بكون وصلت لنهاية الفيديو. أتمنى تشاركوني آراءكم وتعليقاتكم، وهيك قدمته لضيوفي وتضلوا بخير ومع السلامة.